مش عارفه اقول لكم يا صباح الخير ولا يا مساء الخير. انا جايه من جلسه العلاج الطبيعي، قعدت خدت نفسي، كلت حته عنب تديني باور وطاقه، وقلت اشوف ولادي هيتغدوا ايه. لقيت الساعه كام؟ انا حاطه ساعه في المطبخ على فكره يا جماعه. لقيت الساعه 6:05. يعني انا طبعا استريحت. فممكن اعمل غدا. سالتهم تتغدوا ايه يا حبايبي؟ ماما مفيش وقت، ابعتي هاتي كريب. بصوا، انا ضد مبدأ الاكل من بره، مش بس عشان غالي، لا والله دايما لما بنجيب اكل من بره حد في البيت بيجيله نزله معويه، يبقى الاكل بفلوس كتير ووراه التعب ووراه مصاريف للتعب للنزله المعويه. فقلت لهم لا، انتوا عايزين تاكلوا كريب؟ خلاص خلصت مقضيه. اعمل ايه؟ عندي في التلاجة علبه ستريبس هطلعها وهجهز منها كريب. انا ما عنديش عيش سوري ولا عندي عيش كريب، هعمل بسرعه عيش كريب ولا يهمني. يلا مع بعض نعمل. بصوا بقى، انا جبت من بره الحاجات اللي المفروض ان انا هصرف مصاريف. جبت شكاره تايت، طبعا دي هتقعد معايا بتاع 15 يوم مثلا، فانا هوفر الفلوس وهجيب شكاره تايت. شويه حاجات ساقعه على كاتشب على بتاع. يلا نشتغل سوا مع بعض كده ونشوف وفرنا ايه وبكام. يلا بينا. ماشي. لقيت شوية بطاطس كده هيساعدوا معايا. انا لما بكون في السوق بجيب اي حاجة ممكن اركنها في التلاجة. هنغسلها كويس قوي. مفيش وقت بقى، فهنشتغلها ايه؟ بقشرها. ايه ده يا حنونة؟ بقشرها؟ ايوه بقشرها. يلا بينا. هنحط البطاطس، الزيت سخن طبعا، هحطها. واول ما خلصت حطيتها كلها والاقي الزيت بيفقفق، هنهدي النار على ما نعمل الكريب تكون هي خلصت. نحمر الستريبس، انا طلعته من التلاجة هوريهولكوا حالا في العلبه. نخلص كده ونعمل كل خطوه مع بعض. انا بوريكي ترتيب الخطوات عشان تعرفي ان احنا قدها وقدود. يلا تعالي نعمل بقى خليط الكريب السهل الاقتصادي اللي من غير ولا بيضه. نركز بقى شوية مع بعض في مقادير الكريب. بنفس الكوباية اللي هنعاير بيها الدقيق هي اللي هنعاير بيها المية. 3 كوبايات مية و3 كوبايات دقيق. بفضل احط المية الاول، بتكون سهلة في الخلاط وفي الشغل بتاعه. معلقة كبيرة سكر، معلقة كبيرة سكر، نص معلقة ملح. تمام. هنضرب كل ده في الخلاط ضرب كويس جدا جدا، معاهم 4 معالق زيت. تمام. هيتضرب كل ده في الخلاط. بص السهولة في الضرب، ان المية تحت والدقيق فوق. لو كنا حطينا الدقيق تحت كان لزق في الشفشق بتاع الخلاط. اهو على صفاية ناعمة، وهنزله خالص وهسيبه حوالي 10 دقايق فقط لا غير. بعد ال10 دقايق اي حاجة عندك تقدري تصبي بيها. انا هبص بس في ال10 دقايق دول اشوف البطاطس بتاعتي استوت ولا لا. لا لسه هتاخد وقت. لسه. سيبها بقى على النار الهادية بتاعتها كده، بتسوي قلبها من جوه. اي حاجة بتعرفي تصبي بيها الكريب، وفي اي طاسة، المهم طاسة ما بيلتصقش فيها الطعام، سواء تيفال نوفال او جرانيت. بتصبي بالكبشة بتعرفي، اهلا وسهلا. بتصبي بازازة بكوباية، يعني كوباية او فنجان، اي حاجة بتعرفي تصبي بيها. انا الحقيقة خدت وقت على ما عرفت اصب كده واظبطها، وورقات كتيرة جدا الحمد لله اتعملت بسهولة، ولكن اول واحدة باظت ورمتها. الحمد لله، انا الصدق مفيش احسن منه. بنهدي النار كده على الكريب واحنا شغالين. ممكن بقى البطاطس طلعت اهي، هبدأ ان انا اعمل لها التمليحة. معلقة ملح، معلقة كركم، معلقة بهارات بطاطس، ودي بتتباع عند العطار سهلة خالص. رشيتها عليها واديتهم معلقة زبدة على القشر. حنوم، ما انا هاكلها بالقشر يا جماعة. اللي برضو اللي هيقشرها اديها معلقة زبدة. البطاطس بتشربها وبتبقى حلوة جدا. قلبناها كويس قوي وهي سخنة وغطيناها وسيبناها على جنب. قليت الاستريبس اهو، مش عارفة فين تصوير قليت الاستريبس، راح فين الله اعلم. قطعته اهو قطع صغيرة عشان اعرف احطه في الكريب، وعشان كمان يتقسم تقسيم عادل لكل وحدات الكريب. المعيار من الكريب ده عمل لي 10 وحدات بالظبط كريب. لو انت مش هتعرفي تقلبي بالطاسة، هو حروفه بتطلع من الحرف كده، بتيجي عليها باي معلقة سيليكون وتروحي قلباها بالراحة، ما تقلقيش. والله العظيم القصة سهلة.
حتى لو بين لك انها صعبة، انا على فكرة يعني مع الوقت بقيت اعملها اسهل بكتير. الكريباية بتتنيها 2 بس مش 2 بالظبط، بيبقى حرف اقصر من حرف. وانا بحط الاستريبس كده ابني قال لي لا حطي لي الجبنة تحت الاول والاستريبس فوق، مش عارفة هيفرق معاه ايه بس سمعت كلامه. شوية كاتشب، شوية مايونيز، دايما الحاجات دي موجودة عندك سواء انت عاملاها او شارياها، هي موجودة اوعوا تقولوا لي لا. وهطبق اول واحدة اتطبقت زي ما انتوا شايفين يعني مشي حالها، انا اللي كلتها دي. بدأت اطبق بعد كده اسهل شوية. هنطبق مش 2 بالنص بالظبط، لا مش بالنص بالظبط. وادي الجبنة وادي كام واحدة ستريبس، شوية كاتشب، شوية مايونيز، لو عندك خيار مخلل يا سلام، لو عندك حتة جبنة شيدر يا سلام السلام. اللي انت عايزة تحطيه، عايزة تشوي شوية فلفل الوان وتحطيهم برضو براحتك اللي انت عايزاه. طبعا انا محدش يلوم عليا النهاردة لان والله جايه تعبانة، بس ما هنش عليا اجيب لهم اكل جاهز من بره. وعلى طاسة على نار هادية كده نحمص بقى الكام واحدة كريب دول، 3 في 3، انا عملتهم طلعوا 6 وباقي كان 3 وحدات لان واحدة باظت. كان نفسي اعملها لهم بالشوكولاتة النوتيلا او بالمربى بس انا كنت تعبت خلاص استكفيت بهذا القدر. عادي يعني اللي فاض هنلفه في كيس ونحطه في التلاجة، ممكن تاني يوم نشغله اي حاجة، سندوتشات بالجبنة، بيض اومليت بالخضروات، اي حاجة مش هيخسر معاكي ابدا. لفتهم كده على قد ما ربنا قدرني وظبطتهم، وبدأت ان انا في طاسة على النار انشف وحدات الكريب على نار هادية من غير ما حروقها. وبعد شوية بتقلبيهم على الوش التاني بالراحة، بتجيبي السباتولا كده وتثبتي عليها وتقلبيهم على الوش التاني. لما جيت اقلبهم على الوش التاني كانت الطاسة سخنت جدا فجبتها بعيد عن النار، وبدأت ان انا اقلبهم وهم بعيد على النار وارجعهم تاني يتحمصوا على الوش التاني. عملت ال6 بهذه الطريقة والحمد لله تمت المهمة بنجاح. البطاطس مش قادرة اقول لكم انا يعني انا كنت تقولوا ما استوتش. عايزة اوريكم الساعة بس الاول ممكن. وادي الكريب بتاعنا، يلا نشوف الكريب. في ساعة زمن عملت لهم الغدا من اول خطوة لاخر خطوة، ومش عايزة اقول لك كله في البيت بس انا الحقيقة كله عندي في البيت، ووفرت مش اقل من 500 جنيه لو هبعت اجيب الكريب ده من بره. وعملت بطاطس محمرة مفيدة وصحية وسريعة، والقشر ده مهم جدا، انا باكلها بقشرها على فكرة والله، بس المهم تكون مغسولة كويس قوي. يلا بتمنى اكون افدتكم، احسن انا خلاص حريت في المطبخ قوي وهطلع بره بقى عشان اغديهم واتغدى معاهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.